بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي عشاق الكرة مع محترم، أنا النهاردة حبيت أتناقش معاكم عن مباراتي السوبر المصري ما بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز. الصراحة ان في المباراتين اجمالا فاز من لا يستحق. سيراميكا كليوباترا قدمت كوره احسن من نادي الاهلي، نادي بيراميدز قدم كوره احسن من نادي الزمالك. هنبدا بالماتش الاول وهو ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. الاهلي بدا بتشكيل كارثي من وجهه نظري الشخصيه. الاهلي النهارده كان بيلعب 4-3-1-2. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، باك يمين عمر كمال عبد الواحد، باك شمال يحيى عطية الله، قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ثلاثي خط النص امام عاشور، محمد مجدي قفشه، بيكهام، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو في الهجوم. النهارده احنا شفنا الاهلي من غير نص ملعب ومن غير هجوم، مفيش غير تفكير واحد للي عمله مستر مارسيل كولر، لان النهارده بدأ بتشكيل كارثي بمعنى كلمة كارثي. احنا النهارده طول الماتش واحنا مخضوضين خايفين على الاهلي، متوقعين في اي دقيقة نادي سيراميكا كليوباترا هيجيب جول. احنا ربنا سترها معانا النهارده بعد ما سيراميكا كليوباترا اتعادل في اخر الدقايق، جات له هجمه ولولا مصطفى شوبير كنا هنخش الشوط الثاني مغلوبين 2-1. الكلام اللي عمله مستر مارسيل كولر ملهوش غير حاجه واحده من وجهه نظري الشخصيه، ان مستر مارسيل كولر بيضغط على الاداره عشان الجماهير ضغط الاداره، فعاوز ضغط جماهيري على الاداره عشان تفك ايديها عشان يجيب صفقات. كولر بيقول لنا انا هلعب ازاي في كاس العالم للانديه، عايز صفقات، هلعب ازاي مع العين الاماراتي، عايز لعيبه، هكمل الموسم ده ازاي. النهارده يا جماعه شفنا الاهلي مفيش نص ملعب، شفنا المفروض كان بيبدا اشرف داري، بدا مين؟ بدأ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم واكرم توفيق الشوط الاول ما كانوش شايفين، بمعنى ما كانوش شايفين. الحسنه الوحيده او الحسنتين الحلوين في المباراه، اولا وجود مصطفى شوبير حارس عرين النادي الاهلي وقائد، وهيبقى يوم من الايام قائد النادي الاهلي. الحسنه الثانيه ان احنا وصلنا النهائي وهنلاعب نادي الزمالك، بس هنلعبه بالمستوى ده ازاي؟ دي الحسنه الثانيه. اما نيجي فنيا، الاهلي الشوط الاول اول 10 ثواني جبنا جون طاهر محمد طاهر، امام عاشور كوره في العارضه، بعد كده ما شفناش اي حاجه فنيه. كولر ساعد فريق سيراميكا كليوباترا ان يعمل ماتش علينا، ان يعمل كوره حلوه علينا. فريق سيراميكا كليوباترا كان بيلعب قدام الاهلي تيكا تاكا، هات خد روح تعالى، عمل حلو. هو فريق سيراميكا كليوباترا وقع بدنيا في الشوط الثاني فوقع فنيا. اما الاهلي الماتش كله مفيش حاجه تذكر بالنسبه للنادي الاهلي. مستر مارسيل كولر ادى طاجن البلديه للكهرباء وادى طاجن الكهرباء للبلديه على راي الفيلم اياه. عندنا اما شفنا دلوقتي النهارده نص ملعب النادي الاهلي مختلف قوي 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 من غير مروان عطيه. مروان عطيه مسمار نص الملعب. عندك انت كان عندك رضا سليم، كان عندك وسام ابو علي، كان عندك لعيبه كتير، كان عندك حسين الشحات. هتقول لي ان انت بتريح اللعيبه عشان عامل فاصل بين الماتشين، انا بلعب الماتش ده والماتش ده عشان اخد بطوله، دي تبقى كارثه اكبر. كان وارد ان احنا النهارده نطلع من سيراميكا كليوباترا صباح الخير صباح النور، كان وارد ان يحصل الكلام ده. النهارده مستر مارسيل كولر وكعادته تغيير التاخيرات،
مستر مارسيل كولر على طول بيغير التأخيرات، لإما هو عايز يوجه لنا رسالة. الإدارة لازم تفك ايديها شوية على المستوى ده وعلى الأداء الفني اللي بقدمه النادي الأهلي ده. احنا هنلاعب الزمالك يوم الخميس، هنعمل ايه مع الزمالك؟ كل جمهور الاهلي دلوقتي هيقول 50-50 بعد الاداء اللي شافه الاهلي. الاهلي بقى له 4 ماتشات بيلعب زون ديفنس، بيلعب دفاع. طول عمرنا بنشوف الاهلي بيهاجم حتى لو الماتش كله، بس بيهاجم على طول. التغييرات مهمه. المنع مغير بين الشوطين، المنع مغير بعد 30 دقيقه على حسب احتياج الماتش. النهارده ما شفناش محمد مجدي قفشه عمل حاجه، ما شفناش بيرسي تاو عمل حاجه، ما شفناش كريم ندفت عمل حاجه. اغلبيه لعيبه النادي الاهلي ما جاتش الماتش النهارده، لكن احنا في ظهر الاهلي بنقول السلبيات في عز الفرحه عشان اللي جاي صعب. لسه معانا ماتشات كبيره، لسه معانا نادي الزمالك، احنا لسه جايين من سوبر واخدين على عينينا في السوبر. فالاهلي من زمان عودنا انه ما بيخسرش بطولتين ورا بعض، فاحنا عايزين اللعيبه تحس بكده، عاوزين الاداره تحس بكده. اللي جاي احسن. طول عمرنا على الحلوه والمره مع الاهلي، مش معنى ان احنا بننتقد، احنا عايزين الاهلي للاحسن. عايزين مستر مارسيل كولر كابتن محمود الخطيب يقعد معاه يشوفه متغير ليه، زي ما كولر كان متغير لازم يقعد معاه يشوف مصيرنا ايه. لسه قدامنا كان عندنا النهارده لعيبه كتير قوي، لما نزلت الماتش اتعدل. شوف اما نزل السوليه الدنيا بقى عامله ازاي، شوف مروان عطيه اما نزل بقت عامله ازاي، شوف وسام حتى لو على استحياء الدنيا كانت ماشيه ازاي. نتمنى للنادي الاهلي التوفيق في ماتش الزمالك، ونتمنى دي مباراه من اسوأ مباريات النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، تبقى مباراه للنسيان. وان شاء الله القادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله يوم الخميس النادي الاهلي يفرحنا فرحه كبيره باداء ممتاز. بعد كده كنت عايز اتكلم على مباراه نادي الزمالك. اما بالنسبه لمباراه الزمالك وبيراميدز، النهارده الزمالك كسب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحيه بعد نهايه الماتش الشوط الاول والثاني بنتيجه 1-1. المباراه كان بدات بجون من اسيست رائع لرمضان صبحي. احلى ما في المباراه الهدفين، رمضان صبحي اسيست ابراهيم عادل، ورمضان صبحي من اللعيبه اللي دايما بتحط الكوره تحت رجليها وبتوجه وش رجله يمين وشمال على حسب اللعبه. ادى كوره لابراهيم عادل، ابراهيم عادل احرز الهدف الاول. بعد كده جه ناصر ماهر باداء خرافي، اثبت انه لعيب كبير، اثبت انه لعيب موهوب، عمل اسيست ولا اجمل ولا اروع لسيف الدين الجزيري، احسن 9 في مصر، جاب الجون التعادل. لكن فنيا مدرب نادي بيراميدز هو من اهدى الفوز لنادي الزمالك. يما لعب في كيان الفريق، يما جه بدأ بإبراهيم عادل ورمضان صبحي في مكان واحد بيلعبوا جنب بعض، يما اعتمد على صديق وجولة منفردا، يما اتأخر في التغييرات، لما اتأخر في نزول مصطفى فتحي، لما اتأخر في نزول عبد الرحمن مجدي. النهارده مدرب نادي بيراميدز ما عرفش يجرى الجيم، مع انه كان مستوحظ، كان مأدي احسن. برضه في سوء الحظ ان جاله ضربه جزاء ورمضان صبحي ضيعها، خبطت في العارضه وخبطت في عواد، وكان في هدف لنادي بيراميدز اثار الجدل في شكوك تم احتسابه تسلل. وعايز اسال سؤال بمناسبه الموضوع ده، هل لو التسلل ده والاهلي بلاعب بيراميدز والتسلل على الاهلي، كان ايه رد فعل الاداره الفنيه لنادي بيراميدز؟ كان ايه رد فعل لعيبه نادي بيراميدز؟ كان ايه رد فعل مجلس اداره نادي بيراميدز؟ كان ايه رد فعل الاعلاميين في مصر لو التسلل ده على النادي الاهلي وفي الوقت ده وفي بطوله زي كده وفي التوقيت ده؟ كان ايه رد فعلهم؟ الزمالك النهارده فنيا زيه زي الاهلي ما جاش
الزمالك جوميز مدرب نادي الزمالك بيلاعب عبد الله السعيد رقم 6، فبيضيع كتير من خطوره عبد الله السعيد. عبد الله السعيد راجل دلوقتي كبر في السن، رقم 6 ما يناسبش معاه، لازم يبقى مرآة لنادي الزمالك في نص الملعب عشان تاخد منه المنتج اللي انت عايزه. عبد الله لعيب كبير. محمد شحاته فرق مع الزمالك انه ما لعبش في نص الملعب نظرا لظروف الاصابه، لعب باك يمين. النهارده ما شفناش احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو مستواه متذبذب بقاله 3-4 ماتشات، سواء مع المنتخب سواء مع نادي الزمالك. حدث فرق كبير وجود دونجا في النادي الزمالك في نص الملعب من عدم وجوده. دونجا اثبت انه لعيب كبير في نص الملعب بيلعب كوره. الزمالك النهارده فنيا ما كانش كويس. لسه في لقاء يوم الخميس القادم ما بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، نتمنى نشوف اثاره، نتمنى نشوف متعه، نتمنى ان احنا نشوف لوحه فنيه حلوه، نتمنى نشوف مباراه تليق بالفريقين وباسمهم وبتاريخهم. اثقلت عليكم، سلام عليكم، استناكم ان شاء الله يوم مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك. السلام عليكم.